تخيل هو ده المشجع العيوطه لنادي الزمالك اللي قعد يعيط بعد الهزيمه امبارح في المدرج وصعب علينا كلنا وما طلعناش اتكلمنا عليه وما طلعناش نحفل عليه، واللي طلعوا اتكلموا وطلعوا يقولوا له معلش وما تعيطش والكلام ده. تخيل يطلع هو الشخص ده اللي بعد هدف الزمالك كان بيشاور لجمهور النادي الاهلي وبيقول لهم عيطوا. تخيل يا اخي سبحان الله، من وهو بيشاور لجمهور الاهلي يقول لهم عيطوا له هو اللي يعيط في المباراه ويتجاب في الكادر ويتسنطر ويبقى ترند ان هو عيوطة جماهير نادي الزمالك. وبعدين يعني انا مش مستغرب، انا لما اجي ابص على سنه هلاقيه مثلا بتتكلم في ان هو 20 22 سنه. يعني انت حياتك كلها الاهلي دايس عليك، يعني انت عمرك كله وفتره تشجيعك كلها الاهلي دايس على دماغك حرفيا. فانت اكيد مش دي اول مره تعيط فيها، انت اكيد بتعيط كتير جدا من اللي الاهلي عامله فيك، لان انت لا شفت فريقك بياخد افريقيا ولا عمرك شفت فتره هيمنه لنادي الزمالك على الكره المصريه ولا الافريقيه. فانت فترتك كامله شايف الاهلي دايس عليك، وده الطبيعي. سيبك من فكره ان انت تعيط على كوره او لا، انا بختلف جدا مع الفكره دي. المفروض كره قدم لعبه مش هي اللي تخليك تعيط عليها، لكن الناس بتختلف من شخص للتاني. فما طلعناش اتكلمنا عليه امبارح، قلنا ربنا يعينه على اللي هو فيه ويخلص عياط براحته ويروح البيت. لكن تلاقي ان هو نفس الشخص. سبحان الله، انا عايز احيي الراجل بتاع الكاميرا اللي جاب الشخص ده في المشهدين وهو بيقول لجمهور الاهلي عيطوا، وهو نفسه بيعيط بعد ما خسر وبعد ما الاهلي كسر نفسه. ده المشهد الاول. المشهد الثاني بالنسبه لي حسين الشحات واخوان الفينا واللقطه دي، وحسين بيقول له ان انت قصير او الزمالك خدوها كده. ما مش لاقيين حاجه يمسكوا فيها من امبارح، لا تحكيم يتكلموا عنه لان التحكيم ما عملش اي حاجه، التحكيم كان بيحاول يساعد الزمالك على المكسب فمش يعرفوا يتكلموا على التحكيم. طب يتكلموا على الحظ، ما فيش برضه كلام على الحظ. الاهلي زنقك الماتش كله في ال 18 وهاتك يا دعك، فمش هيعرف يتكلم على الحظ. طب يتكلم على الغيابات، الاهلي غايب منه نص الفرقه وانت مش غايب منك حد، فهيتكلم على ايه؟ راحوا ماسكين في لقطه حسين الشحات. معلش انا عايز حد عنده عقل، حد بيفكر يكلمني. هل حسين الشحات ده اطول رجل في العالم؟ هل حسين الشحات ده مثلا معدي ال 2 متر؟ ده اقصر لاعب في النادي الاهلي. حسين الشحات متسمي النينجا لانه لعيب قصير جدا في الفرقه واقصر لاعب في الاهلي. فهل لاعب قصير هيتريق على لاعب قصير؟ ما اعتقدش انها متاخده من الجزء ده. ممكن تكون متاخده مثلا ان الزمالك اصغر من الاهلي، اصدقها واقتنع بيها وفعلا تكون حلوه وصايعه جدا من حسين الشحات، لانه بيقول له ان انت الزمالك انت صغير، يعني انت صغير جنب البابا، جنب العملاق، جنب الكبير، جنب النادي الاهلي. دي اللي ممكن اصدقها. لكن هيقول له انت قصير ليه؟ هو يعني حسين الشحات ده نخله؟ يعني ما حسين الشحات قصير هو كمان.